أبو حميد، عمرك سألت نفسك ليه أي قصة حب حقيقية ليها مكانة خاصة في التاريخ؟ زي قصص الأساطير اللي بتتردد على ألسنة الشعراء، أو زي قصص الملوك اللي بتتحكي في كتب التاريخ، أو حتى قصص السينما اللي بتجيب لنا دموعنا. بتشوف قصص زي روميو وجولييت اللي الصراع العائلي بين عائلتهم هو اللي دمر حبهم، وكأن السرد كله بيقوم على فكرة إن الحب ممكن يكون ضحية لعوامل خارجية أكبر منه. أو زي عنترة وعبلة اللي قصتهم كانت في الأساس عن مهر شبه مستحيل، 100 ناقة من نوع نادر، وكأن الهدف الأساسي من الحكاية دي هو إظهار نبل المعاناة عشان توصل للي بتحبه. كل القصص دي سواء كانت أساطير أو أفلام زي بين الأطلال أو الحب الضائع بتوصل لنا فكرة واحدة: الحب من طرف واحد هو قمة النبل والتضحية، هو قصة الوجع الصامت والعيون اللي بتلمع من بعيد والقلب اللي بيحترق عشان خاطر حب لن يرى النور. كوميدي. بس يا أبو حميد، الكلام ده في السينما. في الواقع الحب من طرف واحد مش قصة رومانسية ولا فيلم كلاسيكي. لا، القصة أبشع بكتير. دي قصة ماكينة موجودة جوه دماغك، مصممة إنها تخليك مدمن مش حاشق. النهاردة مش هنتكلم عن الشعر ولا عن الورد ولا عن السينما. هنتكلم عن هارد ديسك دماغك، وعن فيروس اسمه التعلق المتقطع، اللي أول ما بيدخل دماغك بيلعب لعبة قذرة معاك، بيخليك تلف في حلقة مفرغة وتفضل مستني مكافأة عمرها ما هتيجي. السينما المصرية عرفت الحب من طرف واحد ده كويس قوي، وقدمته على الشاشة بألف شكل وشكل. في البداية كانت بتشوفه مأساة، بتشوف البطل المأساوي زي محمود في فيلم بين الأطلال اللي كان بيحب منى فاتن حمامة وهو متجوز، وبيعاني من توأم الروح وإمام ونت النفس الخالدة. أو زي البطل في الحب الضائع اللي بيحب صديقة مراته. كل دي قصص بتكرس فكرة الألم السامي، إن العذاب في الحب ده شيء يستحق التقدير والاحترام، وكأنه فريضة واجبة على المحب. بس عارف بقى، السينما كانت ذكية قوي لما قدمت الحب من طرف واحد ده بشكل كوميدي. فاكر عبد المنعم إبراهيم في إشاعة حب وهو بيحاول يقنع سعاد حسني إنه دنجومان وبيعمل نفسه هند رستم عشان يكسب قلبها؟ أو عبد الفتاح القصري اللي كان بيوقع في غرام سكر هانم؟ دي مش مجرد مواقف بتضحكنا، دي كانت بمثابة مرآة ساخرة للمجتمع كله. الأفلام دي حولت الألم إلى سخرية، كأنها بتصور لنا حقيقة إن المحاولة المستميتة واللعب على نفسك عشان تكسب قلب حد مش حاسس بيك دي قصة سخيفة، مش قصة نبيلة. التحول ده من التراجيديا للكوميديا ما كانش صدفة. في الأول الأفلام الكلاسيكية رسخت في وعينا فكرة نبل المعاناة في الحب، ولكن لما ظهرت الشخصيات الكوميدية اللي بتعاني من نفس المشكلة، هي في الواقع عملت حاجة مهمة جدا: كسرت الصورة المبالغ فيها وخلت الناس تضحك على ألمها بدل ما تحترمه. وده فتح الباب على مصراعيه عشان نعرف إن الحب من طرف واحد ده شيء غبي ومؤلم، ويستحق إنه يتقال عنه إيه اللي بتعمله ده يا عبد الفتاح. التحول ده كان تطور اجتماعي في كيفية تعاملنا مع المشاعر دي، من النظرة المأساوية إلى النظرة الواقعية الساخرة. الناس كلها بتتكلم عن الحب الأفلاطوني على إنه علاقة حب بريئة من غير مشاعر جنسية، بس بصراحة ده كلام فاضي. مش ده اللي قصده الفيلسوف أفلاطون خالص. أفلاطون في ندوة كان بيشوف الحب رحلة للبحث عن الخير المطلق أو الجمال المطلق اللي بيكملنا، مش شخص معين. يعني هو شايف إننا بنحب الفكرة مش الشخص، ودي أخطر فكرة في الموضوع كله. لما تحب شخص من طرف واحد، انت مش بتحب الشخص ده بجد، انت بتحب الفكرة اللي في دماغك عنه. انت بتحب الخير أو النقص اللي متخيل إن الشخص ده بيكمله فيك. انت بتبني صورة ذهنية كاملة، صورة مثالية وتلبسها للشخص ده. والمشاعر اللي بتعيشها دي مش بتيجي من التفاعل مع الواقع، دي بتيجي من الرغبة في امتلاك الخير ده، اللي هو في الحقيقة نابع من جواك انت، مش من الشخص اللي بتحبه. عشان كده قصة الحب من طرف واحد دايما بتبقى بينك وبين صورة وهمية في دماغك، مش بينك وبين شخص حقيقي. دماغك يا ابو حميد زي ما هي بطل صامت في اي قصة نجاح تاريخي، وزي ما الجغرافيا هي القدر اللي بيحدد مصير اي حضارة، دماغك كمان هي البطل الرئيسي في قصة الحب من طرف واحد. انت لما بتحب بيحصل ايه؟ بيشتغل عندك نظام المكافأة اللي في المخ. الدوبامين بيضرب في النواة متكئة نيوكليوس أكامبنز، ودي منطقة في المخ مسؤولة عن المتعة. عارف ايه اللي بيشرل نفس المسار ده؟
أكلة خلوة، نجاح في امتحان، أو مخدرات. أيوة يا معلم، نفس المسار. وده بيفسر إحساس الإدمان اللي بتحس بيه في أي علاقة من طرف واحد. دماغك بتسجل إن الشخص ده مصدر للمتعة، وبتبدأ تدور على أي طريقة عشان تحصل على الجرعة دي تاني وتالت ورابع. أنت مش عاشق يا أبو حميد، أنت مدمن. المشكلة الأكبر إننا بنخلط بين الحب والتعلق. بص يا معلم، الحب الحقيقي هو علاقة متبادلة فيها 6 ركائز: التبادل، الوفاء، الألفة، الاستمرارية، الثقة، والاهتمام. الحب ده بيمنحك السعادة والحرية، وكأنك بتنمو مع الشخص التاني. أما التعلق ده مرض نفسي. التعلق يعني انت خايف تكون لوحدك، وعلاقتك مبنية على احتياج عاطفي أو ضعف في احترام الذات. في التعلق انت مش بتشوف غير جانب واحد بس من الشخص اللي قدامك، وبتتجاهل كل عيوبه، وبتفضل متمسك بيه لمجرد انك مش عايز تبقى لوحدك. ده مش حب يا ابو حميد، ده ادمان نفسي. في طرف واحد بس بياخد وما بيديش. الفرق بين الحب والتعلق هو ده اللي بيخلي علاقة الحب من طرف واحد بالشكل ده. الطرف اللي بيحب بيبذل مجهود كبير، في حين ان الطرف التاني بيكون في حالة من اللامبالاة، وهو ده اللي بيخليك مدمن. اللي بيخليك ما تبطلش تفكر فيه، اللي بيخليك متعلق بيه لسنين، زي حالة مسلم واي اللي قعد 3 سنين بيحب حد مش حاسس بيه. السر هنا يا أبو حميد في نظرية من علم السلوك اسمها التعزيز المتقطع. تخيل نفسك قدام مكنة قمار في كازينو. الماكينة دي مش بتديك مكسب كل مرة بتلعب فيها، ولا بتديك مكسب خالص. هي بتديك مكسب بشكل عشوائي وغير متوقع. مرة تبتسم لك، ومرة تبعت لك رسالة، ومرة تقول لك كلمة حلوة. المكافأة المتقطعة دي بتخليك مدمن أكتر بكتير من المكافأة المنتظرة. ليه؟ لأن دماغك بتدخل في حالة من الانتسيبيشن أو الترقب المستمر. أنت مش بتحارب فقدان الشخص، أنت بتحارب الأمل اللي بيدخل من شقوق صغيرة. القصة كلها بتبدأ لما نظام المكافأة في الدماغ بيشتغل عشان يعزز السلوكيات اللي بتمنحنا المتعة. في نفس الوقت، جداول التعزيز المتقطع اللي اكتشفها علماء النفس السلوكي بتثبت إن السلوك اللي بيتم تعزيزه بشكل عشوائي بيكون أقوى بكتير ومقاوم للانطفاء. في الحب من طرف واحد، الطرف التاني بيديك مكافآت قليلة وغير منتظمة، كلمة حلوة، نظرة اهتمام، أو حتى مجرد رد على رسالة بعد أيام. دماغك بتترجم السلوك ده على إنه تعزيز متقطع، والنتيجة النهائية بدل ما الشعور يختفي بسبب عدم الاستجابة بيتحول لإدمان نفسي يصعب التخلص منه. الألم اللي بتحسي بيه ده مش كسرة قلب ولا وجع عاطفي نبيل، ده أعراض انسحاب من الإدمان. العلماء بيقولوا إن الدماغ بتستجيب للرفض العاطفي بنفس طريقة استجابتها للانسحاب من المخدرات. يعني يا أبو حميد، أنت متبرمج غلط ومحتاج تعيد برمجة نفسك. الألم اللي بتحس بيه ده طبيعي جدا، بس الأهم إنك تفهمه. خطة العلاج مش هتكون إنك تنساه، لأن دماغك للأسف مش بتنسى. الخطة هي إنك تعيد برمجة نظام المكافأة بتاعك. زي ما قالوا علماء النفس، الحل هو إنك توسع دايرة الاهتمام وتركز على الهوايات. الخطوة الأولى: القطع الكامل للتواصل، قانون النو كونتاكت. ببساطة، امنع أي مكافأة متقطعة، لا رسايل، لا مراقبة على السوشيال ميديا، لا مكالمات. امنع على دماغك مصدر الدوبامين الخارجي اللي بيخليك مدمن. ما ينفعش تقول هتحسن وانت لسه بتلعب على مكنة القمار دي. الخطوة التانية بناء نظام المكافأة الداخلي The Internal Reward System. أدمن نفسك. اعمل تمرين فك التعلق عشان تقول لنفسك إنك أنت المسؤول عن واقعك. ابدأ بتطوير ذاتك. الرياضة بتفرز دوبامين طبيعي. الهوايات والأنشطة الإبداعية بتخليك مركز على أهدافك الشخصية. العلاقات الحقيقية مع الأصدقاء والعيلة بتوفر لك الشعور بالأمان والاهتمام المتبادل اللي انت محتاجه. التعلق المرضي ده كان نابع من ضعف داخلي أو خوف من الوحدة، والعلاقة دي استنزفتك عاطفياً ومنعتك من النمو. الخطوة الثالثة: فهم الماضي ومسامحة النفس. انت محتاج تفهم ليه ده حصل.
يمكن كان عندك ضعف في احترام الذات، يمكن كنت خايف من الوحدة. افهم ده وسامح نفسك. المسامحة مش معناها إنك تبرر اللي حصل، معناها إنك تحرر نفسك من الغضب والألم عشان تعرف تكمل حياتك. العلة الحقيقية لم تكن في الطرف الآخر، بل في برمجة الشخص نفسه. الخطوة الثالثة، فهم الماضي ومسامحة النفس. أنت محتاج تفهم ليه ده حصل. يمكن كان عندك ضعف في احترام الذات، يمكن كنت خايف من الوحدة. افهم ده وسامح نفسك. المسامحة مش معناها إنك تبرر اللي حصل، معناها إنك تحرر نفسك من الغضب والألم عشان تعرف تكمل حياتك. العلة الحقيقية لم تكن في الطرف الآخر، بل في برمجة الشخص نفسه. الخلاصة يا عزيزي المشاهد، انت في رحلتك دي مش بتدور على الكنز اللي في الكازينو، انت بتدور على الكنز الحقيقي اللي كان موجود في الربع الخالي بتاعك. الكنز ده ما كانش ذهب، ما كانش حب من شخص تاني. الكنز الحقيقي كان انت، انك تكتشف انك تستحق الحب، ولكن من نفسك. الحب من طرف واحد يا ابو حميد هو مش قصة رومانسية نبيلة، هو فيروس في سيستم دماغك. والخبر الحلو انك انت المهندس اللي يقدر يعمل فورمات وري انستول ويشغل السيستم من اول وجديد على اكمل وجه.